من زوايا الموجودة في الجزائر نجد زوايا العلم التي تحتوي التعليمي والعلمي، ناهيك عن تحفيظ القرآن الكريم وسيرة سيدنا محمد الحبيب. من منطقة تماسين الموجودة بالحدود ولاية ورقلة والوادي تفتح لنا زاوية سيدي الحاج علي التماسيني حامي الطريقة التيجانية أبوابها في عدد جديد من خلوات العارفين. من أكبر الزوايا الموجودة في الجزائر والعالم ككل نجد زاوية تماسين ذات السند التيجاني لمؤسسها سيدي الحاج علي التماسيني المولود عام 800 وألف هجرية الموافق ل 66 700 بعد الألف. يؤكد أتباع الطريقة أن شيخ الزاوية الأول ومؤسسها سيدي الحاج علي التماسيني خدم شيخه بإخلاص وتفان وحب ليس له مثيل إلى أن ألبسه جلباب الخلافة في حياته، وأمره بالتربية وتأسيس زاوية تماسين عام 200 وألف هجرية الموافق ل 1805 ميلادي. فكان عند حسن الظن وفي مستوى الثقة التي وضعها شيخه فيه. ملازمته لسيدي أحمد التيجاني ومرافقته له كسبته الحكمة والفراسة والقدرة الكافية على تولي زمام الطريقة بعد رحيل مؤسسها. الخلافة في زاوية تماسين لا تعترف بالأكبر سنا أو صلة القرابة فقط، بل لابد أن يكون الخليفة صاحب مستوى علمي ممتاز ومكانة اجتماعية مرموقة تمكنه من الحصول على مبايعة الأتباع والأعيان. الخليفة الحالي لتيجة بتماسين الشيخ سيدي محمد العيد من الدكاترة القلائل المتخصصين في انشطار الذرة، وباحث مثقف وأستاذ جامعي. من الملازمين الأساسيين للطريقة التيجانية للشيخ سيدي أحمد التيجاني، وكان عامل معاه يعني من مدة طويلة، وكان ملازمة تامة يعني ذاك، إلى أن في وقت ما طلب الشيخ سيدي أحمد التيجاني الشيخ الحاج علي التماسيني هو جد صاحب التماسين أن يؤسس زاويته وأن يعمرها لخدمة للمجتمعات ولخدمة الدين وخاصة القرآن الكريم، وهذا ما وقع يعني. الهندسة المعمارية للزاوية من الخارج فرضتها طبيعة المنطقة الصحراوية وتشبع مؤسسيها والقائمين عليها بالفكر والطابع الإسلامي، وهذا ما يتضح جليا في الآيات القرآنية المنقوشة في زوايا البلاط والأشكال الفنية الظاهرة عند مدخل الزاوية. الصمعة ذات الشكل الثماني هي الأخرى دلالة تاريخية على عراقة المكان وأصالته وارتباطه الوثيق بحقبة تاريخية تعد شاهدة على مواقف الأمة الإسلامية. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. هنا المكان يعد مقصد العائلات بشكل شبه يومي، فهي عادات ورثوها
عن أجدادهم وأبائهم الذين كانوا يترددون عن الزاوية في المناسبات والأعياد، خاصة يوم الجمعة. ما لفت انتباهنا في زاوية ماسين هو ذلك الولاء الغريب للخليفة، هو من يقرر وما على الجميع إلى الانصياع وراء تعليماته وتوجيهاته. وحسب أتباع الطريقة فإن الولاء واجب وشرط لا بد منه. فبما لي من كل الأطراف يعني عدة الأزواج أشهدكم أيها الحاضرون إني زوجت البكر المصونة خليدة بنت محمد الصغير بن سيدي عماري بن سيدي الصادق التيجاني إلى الشاب محمد الطاهر بن عمر بن سيدي عماري بن سيدي الصادق التيجاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الأصل في الحقيقة ما هو إلا ولاء لله سبحانه وتعالى. يعني الطريقة التيجانية هي طريقة أو منهج أو صيغة من الصيغ لتدعيم أسس تاع الإسلام. يعتقد أتباع ومريدي الطريقة أن التيجانية جاءت لترسيخ كلمة الحق وتدعيم أسس الإسلام، وأنها قادرة على شرح تعاليم الدين ومناهج الحياة الصحيحة والفكر الحق، معتمدين في ذلك على فكرة النحن أو الجميع بهدف التكافل والتعاون من أجل التخلص من التفكير السلبي الفردي المصلحي. وهذا ما جعلنا نستفسر الأمر من شيخ الطريقة الحالي الذي قال أن زاويته مكان تلتقي فيه الأرواح والنفوس الباطنية من أجل تجسيد التماسك الاجتماعي والمحافظة على التقاليد الدينية والإسلامية للمجتمع الجزائري، بالإضافة إلى المحافظة على الموروث الإسلامي في الأوقات الحرجة. إلا أن نحن زاويتنا كما نقولوا اللي رانا فيها المعروف المفهوم تاع الزوايا هي يعني المكان اللي تلاقى فيه أكثر الأرواح النفس الباطنية يعني الإنسان، مش مادياته الإنسان بحد ذاته، هي التماسك الاجتماعي، هو تماسك. وتلك التماسك كالصلاة، نهزوا الصلاة مثلا في جامع من الجوامع كلنا مصطفين تحت مشروع واحد هو دخول الصلاة لعبادة الله، تحت إمام واحد وجهة واحد وقبلة واحدة وإسلام واحد، تحت رأي تاع النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول واحد. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وبعد. فيقول الزاوية التيجانية بتماسين تستقي شرعيتها وأولويتها بالطريقة حسب أتباعها من رسالة شيخ المؤسس سيد أحمد التيجاني التي أرسلها ليولي فيها سيد الحاج علي الخلافة والطريقة. عظمه فقد عظمني، ومن أطاعه فكأنما أطاع الله، ومن سمع منه فكأنما سمع مني مشافهة، سواء بسواء لا فرق، ومن عظمه فقد عظمنا إلى آخره. هذا خط سيد محمد حبيب.
مقام الضريح مفتوح يوميا للزوار، تجد فيه المصاحف القرآنية والرايات الملونة والزخارف الفنية على الجدران، واللافت هو ذلك الهودج المحروس الموضوع بجانب قبور أبناء وأحفاد شيخ الحاج علي التماسيني. بني هذا الضريح بناه نجله والخليفة من بعده سيدي محمد العيد الأول، ويلقب بسيدي محمد العيد الأكبر، سنة 1868. القبور الموجودة على الجهة اليمنى لسيدي الحاج علي هو الخليفة سيدي محمد العيد الأول، ثم الخليفة الشيخ سيدي حمى، ثم الخليفة الشيخ سيدي البشير، ثم الخليفة الشيخ سيدي العيد، ثم الخليفة الشيخ سيدي أحمد. أما من الجهة اللي قبلتني الآن هي زوجته الشريفة للا الخلوية، ثم نجله سيدي الأخضر، ثم سيدي محمد الصغير، وبعض أحفاد سيدي الحاج علي التماسيني. في فقه الطريقة التيجانية بتماسين يتبع المريدين الأوراد التي حسبهم استنبطت من نظير الأحكام الشرعية والواجبات عن طريق الاجتهاد، وانطلاقا من النصوص والأقوال والإثباتات الصريحة والواضحة بها الاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة. نفس الأمر بالنسبة للشعائر المتبعة كالهيللة الجماعية من كل يوم جمعة بعد صلاة العصر إلى الغروب في ذكر كلمة لا إله إلا الله أكثر من 100 مرة وبصوت عالي. زاوية تماسين بفكرها الانفتاحي ترفض الطلبة الداخليين، وترفض تماما أن يكون المريد أو الطالب على دراية بالقرآن الكريم وأحكامه فقط، بل يعكف المدرسون فيها على تلقين التلاميذ كل العلوم الأخرى وحتى المواد الذوقية التي يرون أنها تساعد في صقل شخصية الفرد منذ الصغر. التدريس هنا في الزاوية يندرج ضمن برنامج غني وثري فيه التعليم القرآني والأحكام الشرعية وحتى باقي العلوم الأخرى، كما لا يقتصر على تعليم الكبار فقط، بل للمرحلة التحضيرية أهمية بالغة لدى القائمين على المدرسة القرآنية، فحسب منظورهم لا بد من صقل ذهنية الولد وشخصيته منذ الصغر، ولا فرق في العلم بين الذكور والإناث. الحمد لله. أنا في أربع أقسام بالنسبة لأربعة أقسام للمدرسة القرآنية مختصة في القرآن الكريم، وقسم خاص لروضة الأطفال. الهدف منه الحصيلة أنه لا بد من تكوين شخصية الإنسان منذ الصغر إلى الكبار، وعدد طلابها ما يقارب 320 طالب وطالبة يوميا تدخل المدرسة القرآنية. ناهيك عن ذلك العلوم التي تؤخذ في المدرسة القرآنية، وهي من خلال المواد الشرعية إلى المواد العلمية، لقوله سبحانه وتعالى ما فرطنا في كتاب من شيء، وهو زيادة على ذلك علوم أو ما يسمى بمواد كذلك ذوقية، منها كتعليم الرسم أو تعليم الخط العربي والخطوط العربية، منها يكون الذوقي لشخصية الإنسان في تعامله مع الآخر من خلال الأنماط التي نعيشها في هذا الزخم
العلمي والزخم التكويني للإنسان الذي يلتقطه من مكان إلى آخر. فلذلك تحاول الزاوية التيجانية وتحاول المدرسة القرآنية من خلالها إلى إلى تقنية أو ترقية هذا الشخص للآخر، وهذا هو الفائدة، لأن بالآخر يأتي الفائدة. هذا الفضاء الذي تشاهدونه الآن هو أول مدرسة قرآنية كانت في الزاوية، ما زالوا يحتفظون بها القائمين على المدرسة القرآنية وحتى يتذكرون مكان تعلم أوليائهم.